بسم الله، السلام عليكم. يلا نعمل كده نسمي الله ونعمل كيكة كلها في الخلاط، سهلة وسريعة وتعملها كل يوم. 3 بيضات عليهم رشة فانيليا، رشة ملح عشان نعادل السكر، كوباية ونص سكر، كوباية الا ربع زيت، كوباية مية هستعملها بالمية علشان الناس اللي عندها حساسية قلبان، كوباية الزبادي، كله ده في الخلاط. هشغل عليه الخلاط اول ما يتخفق خفق كويس هحطه على المكونات الجافة. المكونات الجافة عندي هي ايه؟ كوبايتين من الدقيق، معلقتين نشا، معلقة بيكنج باودر، تمام. وهنقلب التقليب هنا بواسطة نور. احنا النهاردة عندنا شغل كتير في البيت وتنظيف وعمال بعد كده هحطها في صينية مبطنة، وبعد كده برش عليها من فوق سكر بودر وكمان فول سوداني مجروش، ويلا بينا نوديها الفرن. الفرن بتاعي مسخناه قبل كده، هحطها في فرن الخبزة عادي خالص، يعني مش لازم اشغل لها فرن يكون ليه تايمر، يعني انا مش متوفر عندي. نقول لها مع السلامة ونشوفها بعد شوية. ده كده بعد شوية في الفرن. اتفرجوا على جمالها، سهلة خالص تعملوها في اي وقت، مش بتاخد معاكي وقت. كلها في الخلاط، بتاخدي المكونات السائلة كلها تحطيها في الخلاط، بعد كده تكبيها على المكونات الجافة وتقلبيها كويس، واهم حاجة الهواء بس ما يطلعش منها. البيكنج باودر والدقيق تكبي عليه المكونات السائلة، ومعلقتين النشا بيخلي الكيكة تنفش ما تبقاش رطبة. مع القهوة من غير سكر تبقى تحفة. اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا، ان شاء الله تعملوا اللي احسن منها. سلام، ومتنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو لو عجبكم. السلام عليكم.